نايكي صنعت مباراة ما حصلتش أصلا. في قاعدة مهمة في التسويق، إن أحيانا الخيال بيخطف الانتباه أكتر بكتير من الواقع، وده بالظبط اللي عملته نايكي. قبل البطولة الناس كلها كانت مستنية المباريات والنجوم واللحظات الكبيرة، لكن نايكي قالت إيه؟ ليه نستنى البطولة؟ ليه ما نصنعش إحنا لحظة للناس تتكلم عنها من دلوقتي؟ عملت إعلان ضخم جدا، جمعت نجوم عالميين في سيناريو كأنه مباراة خيالية، مباراة ما حصلتش فعلا، لكن الناس اتعاملت معاها كأنها حدث حقيقي. بدأوا يتكلموا عن اللقطات ويناقشوا اللاعبين ويشاركوا الفيديو ويستمتعوا بالفكرة، وفجأة إعلان نايكي بقى حدث في حد ذاته. وده ذكاء كبير جدا، لأن نايكي فهمت إن الانتباه هو العملة الحقيقية. لو قدرت تخلي الناس تتكلم عنك، انت دخلت المنافسة حتى لو مش موجود رسميا فيها. وده درس لأي صاحب بيزنس، ما تلعبش دايما بنفس قواعد السوق. أحيانا المكسب بيكون عند اللي يخترع قاعدة جديدة. الناس مش مستنية إعلان عادي، الناس مستنية فكرة تحرك خيالها. فلو تقدر تعمل مباراة خيالية بين أي لاعبين في التاريخ، هتختاري تكون مع مين؟